السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حبايبي سنة رابعة ابتدائي إن شاء الله النهاردة هنحل مع بعض نماذج امتحانات. السؤال الأول طبعا في الامتحان هيجي استماع، هتسمع كلمة أو هتسمع قطعة تكست من اللي هيقول على المستر أو المس، وهتجاوب على أساسها السؤال الأول. السؤال التاني choose the correct answer، برضو قطعة قراءة وهتجاوب على أساسها. لا طبعا السؤال التاني اختيارات. lunch is ready. lunch is ready. الغداء جاهز. Mom made and rice for us to eat. عملت لنا chicken، دجاج، أرز ودجاج من أجلنا عشان ناكله. طبعا ما ينفعش هنا في الغداء بناكلش شوجات كان قصب سكر ولا مانجوز ولا جريبس. The guide المرشد works in the، المرشد بيشتغل في قطاع tourism industry، قطاع السياحة. طبعا tourism يعني السياحة. لحظات. السؤال التاني read and complete the text with the words in the box. wood، energy، renewable gas، grow. There are two different types of energy resources. First, there are non renewable energy. في نوعين من الطاقة، مصادر الطاقة. الأول non renewable energy، الطاقة الغير مصادر الطاقة غير متجددة. They come from under the ground، بيجوا من تحت الأرض، زي الأويل، البترول، كول، الفحم and جاز، والغاز يبقى جاز رقم اتنين. are examples of non-renewable energy resources. There are يوجد أيضا also renewable energy، طاقة غير متجددة، طاقة متجددة like solar زي الطاقة الشمسية، wave الرياح، الأمواج and wind energy وطاقة الأمواج، الرياح معذرة wind الرياح. they can grow again، هما ممكن ينمو مرة أخرى، بيتجددوا and never run out، وما بينفدوش. grow. السؤال اللي بعده نقرأ القطعة أو هنقرأ الأسئلة الأول قبل ما نقرأ القطعة. نقرأ الأسئلة الأول قبل ما نقرأ القطعة عشان نجيب الإجابة من القطعة. طيب the general idea أو main idea، لو جالي قال لي في الامتحان main idea أو general idea يعني الفكرة الرئيسية of the text is about، عن سهارا ديزرت ولا البازارز ولا الإيجيبت ولا هرجلة. طبعا هنروح نشوف القطعة الفكرة الرئيسية بتاعتها عن إيه. السطر الأولاني هنا بيقول I am مريم I live in a city called هرجلة. بتلاقي الفكرة الرئيسية في أول جملتين تلاتة كده، أربعة في أول سطرين يعني في القطعة، تبقى بيتكلم عن الهرجلة الغردقة. يبقى الإجابة عن بيتكلموا عن هرجلة الغردقة. tourists سياح go on safari in the، السياح بيعملوا رياضة السفاري تجارة في الصحراء. الصحراء الإيه بقى؟ صحارى ديزرت، هنلاقيها برضو موجودة في القطعة. نرجع تاني كده ليها، هتلاقيها موجود عندك صحارى ديزرت where lots of tourists go on safaris. تمام. السؤال اللي بعده where is هرجلة.
أين تكون موضع؟ فين الغردقة ده موجودة فين؟ الغردقة موجودة in the east of Egypt في شرق مصر on the Red Sea على البحر الأحمر. السؤال اللي بعده how many people live in الغردقة؟ من كم عدد الناس اللي بيعيشوا في الغردقة؟ تلاقي برضو الإجابة في القطعة about 190,000 people live here. 190 ألف من الناس بيعيشوا هنا. السؤال اللي بعده السؤال اللي بعده بقى أنت بتصلح الكلمة اللي بين القوسين دي أو بتستخدمها، يا إما بتستبدلها بكلمة تانية، أو إما بتزود حرف تنقص حرف. المهم في أي تغيير، يعني my house is the park and the museum. مكانين هنا، مكان الموزيوم متحف والبارك الحديقة. يبقى هو يبقى هنستخدم هنا إيه بقى اللي في النص بينهم؟ أه حرف الجر اللي إحنا كنا بنقوله في النص between بين between بين. يبقى my house منزلي is يكون between بين the park الحديقة and the museum المتحف. أنا بيتي هنا بقى في النص ما بين الميوزيوم المتحف والبارك الحديقة. I want to play football. أنا أريد أن ألعب كرة قدم. مم. مادام هنا قال and يبقى تستخدم but لكن أو بس، يعني بس رجلي بتؤلمني. أنا عايز ألعب كرة قدم. I want to play football. أنا أريد أن ألعب كرة القدم بس my leg hurts. كتب هنا but يبقى تكتب أنت and وهكذا. drinking water شرب المياه is مم. احنا هنا than drinking soda. هنا بيقارن الماء بالصودا، بيقارن حاجة بحاجة، مش حاجة بمجموعة أشياء. يبقى احنا هنقول ايه healthier. health نحول الواي إلى اي ونضيف اي ار. نضيف يبقى healthier than أكثر صحة من شرب الصودا. شرب الماء أفضل أكثر صحة من شرب الصودا. هنا قال this is، يبقى ما ينفعش استخدم زيز هؤلاء دي تاخد اور يكونوا. يبقى هنا مفرد زيز this هذا أو هذه تكون. أما these are هؤلاء يكون. طب لو قال زوز بالأو يبقى احنا كنا هنكتب هنا ذات للبعيد وذس للقريب. this is هذا يكون للقريب، وذات is هذا يكون أو هذه تكون للبعيد. these are هؤلاء للقريب وthose are هؤلاء للبعيد. تمام. السؤال اللي بعده البنكتويت. سؤال البنكتويت أول طبعا حرف في الجملة بيبقى كابيتال. الإم هنا هتبقى كابيتال وأعملها سمول وأعملها كابيتال، وننقل السطر في الآخر نحط فول ستوب نوت عشان ما بسألش ماي أنت إز، وهكذا. مفيش أي حاجة تانية هنا هنعمل فيها أي بنكتويت. طب لو بسأل بادئ بأي داتا استفهام كنا هنكتب نحط كويشن مارك في النهاية علامة استفهام. هنا بيقول لي استتكلم عن الفينيك فوكس في الباراجراف، ومغششني كده مديني ايه بعض الأسئلة وإجاباتها. انت يعني ممكن تستعين بيهم في كتابة البراجراف. سؤال باراجراف مطروح ليك. أتمنى الفيديو يكون عجبكم. ما تنسوش الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس يعجبك الفيديو، مشاركة الفيديو مع أصدقائك غيرك. تعليق أسفل الفيديو لو بكلمة تم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.